من طلعنا برا أبو ظبي وماشيين بالحدود والله تعبنا شوية والجمال. كيف كانت دولة الإمارات وكيف أصبحت؟ معطوطة احنا ماشيين بنلف العالم. واحد يلس معاك لا فكر نلف العالم بالسيارات. قال فلان عندك سالفة غير عن هالسالفة؟ وصل رحالة الإمارات إلى بروكسل. نحن في سور الصين العظيم في جنوب الأرجنتين. فريق رحالة الإمارات قمنا برحلة حول العالم بالسيارات. بدينا بالفكرة والفكرة كانت غريبة هذه الأيام في 96. الله يرحمه الشيخ زايد طبعا لما زرناه هناك واستقبلنا وأذكر مسك يدي وتعرف الشيوخ والناس الأولين عندهم فراسة من يمسك يدك ويطالعك من ترمس مثل ما تقول على طول هيه قراك بدون هذا. تكلمت عن الرحلة وتعرف الشيخ زايد مسكته بس تحس الهيبة والأمانة والبساطة في نفس الوقت. وصانا بتمثيل الدولة ودعم الرحلة ووصوا علينا السفارات في الخارج. حسينا بمسؤولية أكبر وحماس أكثر ما في خط رجع. في البداية كنت وايد متحمس تهزيها ويانا الشيخ سيف بن زايد الشيخ حمد بن حمدان في الانطلاقة. حفل الاستقبال لانطلاقة فريق رحالة الإمارات من أبو ظبي حضره سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان وعدد من المسؤولين. من طلعنا برا أبو ظبي وماشيين بالحدود إلى روحي أنا راجع معطوطة احنا ماشيين بنلف العالم بس يلا توكلنا على الله. العزيمة موجودة. نحن الحين في الجمهورية اليونانية. كانت في مهام تتوزع ما بيننا. هذا مسؤول خرائط هذا مسؤول الإعلام. في أشياء أساسية أي إنسان يرحل لازم يعملها. أولاً الفريق، ثانياً تمويل الرحلة، خط سير الرحلة، أنشطة الفريق. الحمد لله غطينا تقريباً كل قارات العالم. برنامج خذ معنا 6 سنوات تقريباً كل سنة قارة. وصل رحالة الإمارات إلى بروكسل. نحن في سور الصين العظيم في جنوب الأرجنتين. مرحبا فيكم في سفارتكم طبعا هنا في جاكرتا. أرحب بكم في سفارة دولة الإمارات في سفارة في الهند. أخذوا المبادرة الطيبة أنهم يزورونا بأستراليا. سلام لديرتكم عرفت وطنكم. الرحلة فيها متعة. فيها خطورة. فيها علم. في كل دولة حول العالم حنمر فيها نعمل نشاط نزور المناطق السياحية الأثرية ونعمل مؤتمرات صحفية في كل دولة. المؤتمر الصحفي ما نتكلم بس عن بلادنا عن رحلتنا أيضا نحسسهم أن احنا زايرين بلادكم نكتشف بلادكم ننقل صورة عن بلادكم. زرنا العراق أيام الحصار. أيام الحصار كان الوضع مأساوي في العراق. ونحن هدف الزيارة كنا نقل الصورة الإنسانية عن العراق. العراق بلد حضارة وبلد تاريخ وبلد غير. والله يرحمه الشيخ زايد كان يطالب برفع الحصار عن العراق. وزرنا بعض المستشفيات وأذكر يعني وضع مأساوي ويعني تتأثر يوم تشوف أطفال وعوايلهم وأدوية ما شيء. كان واحد مسكني كان يكلمني يقول لي أنا أبغي دواء حق بنتي وبنتي هذا. الصورة هذه أذكر يعني وايد كانت مؤثرة. ولكن الحمد لله أن بصمة دولة الإمارات في العالم كله الأمور الخيرية يعني دائما طيبة ونحن ماشيين على نفس النهج. أمريكا الجنوبية في البرازيل غابات الأمازون بعد كانت هذه
أنا ما أحب كلمة مغامرة أحس بتهور، أحس رحلات استكشافية. مرينا بصعوبات، مشينا 6000 كيلو فيها، والطريق احنا نسميه كدشة وطريق طيني وكلها أنهر هناك وجسور خشبية. لكننا نمر بالقرى، وأغلب دول العالم وين تسير تلقى ناس، خاصة يوم تطلع برا المدن، ناس بسطاء. القصص الغريبة أن وقفنا هناك في منطقة في الأمازون اسمها سنترين، ووقفنا مطعم مكتوب عليه الأمازون، وقفنا وصورنا ورافعين علم الإمارات. فأهل القرية الصغارية كلهم وقفوا عدالنا، صورنا وكملنا طريقنا نحن. فبعد سنوات طويلة نحن طبعا سوينا كتاب وزعناه على السفارات. فيعني واحد مشهور في السوشيال ميديا ودائما هو يسافر، ففي شخص خبر عنا عن رحلاتنا، فيعني هني يسألني عن رحلة البرازيل والأمازون، فأعطيناه بعض الصور وهو عنده وايد متابعين، فنزل بعض الصور. من الصور اللي نزلها صورة لما نحن وقفنا أمام هذا المطعم وين مكتوب مطعم الأمازون، فكانوا أطفال كتار على 10 سنوات و7 و8. فهو نزل عنده، فبعدين حط انستغرامي، فصاروا ناس من البرازيل يراسلوني. ففي شاب كبير حط حلقتي داقة، قال هذا الطفل هو أنا أذكركم، أبوي خبرني أنكم أنتم عرب جيتوا هني مريتوا منطقتنا. كنا ماشيين من أندونيسيا جاكرتا إلى دوماي، مشينا يمكن 2000 كيلو عبر الغابات. يوم وصلنا هاي المنطقة كنا بنطلع على ماليزيا بنشارك في احتفالات العيد الوطني، فقالوا لنا هاي المنطقة فيه قوارب تشحن الأشخاص، بس سيارات من هاي المنطقة ما فيه إلى البر الثاني إلى ماليزيا. فوقفنا هناك، وتعرف يوم تصير عندك مشكلة كل واحد يلوم الثاني، والحين صارت مشكلة. الحين إيش كان أنت تشوف الحل؟ فسبحان الله دائما في الرحلات الله يخلق لك صدف ومفاجآت أنت ما تتوقعها، سواء عراقيل أو الله يفتح عليك أبواب أنت ما تتوقعها. فتمينا يوم يومين هني نحاول ونفكر وهذا. فكنا في الموانئ نمشي هناك بالسير، أنا واحد على دراجة. طبعا الحل الثاني أنك أنت ترجع 2000 كيلو تحتاج أسبوع سواقة. فتم طالعنا قال شو مشكلتكم؟ فقلنا نبغى ننقل سياراتنا إلى الجهة الثانية. قال تعالوا. أصلنا باخرة صغيرة قايسة والسيارات، حطوا سيارة نفس القياس هذا وسيارة فوقها. بس أنت يقول لك أن خلاص حصلنا حد يشحن سيارتك، هذا روحه أنت إنجاز. رحلة كليمنجارو الفكرة نتسلق بكليمنجارو بالجمال. سبحان الله القيادة عندنا هنا بالأخص الشيخ محمد بن راشد دائما يحب الإبداع والأفكار مميزة. شوف تبين أنت كيف واصلة إلى الآن. دائما واتصلت في السعيد المعمري قلت له والله ما نعمل رحلة نتسلق على أعلى قمة في أفريقيا بالجمال. قال لي فلان هاي محمية وتعرف أنا ما أعتقد يسمحوا لنا هناك ندخل الجمال. قلت والله نحاول. فخاطبهم هناك. اليوم سمعت دولة الإمارات اليوم كعلاقات إنسانية واستثمارات في العالم كله. شو تطلب أنت باسم دولة الإمارات؟ الحمد لله أمورك سهالات. طلع لي الولد قال لي يبنى لكم الموافقة. كان مرتبط الموضوع بالعيد الوطني، وقال يلا عندكم هذه المدة. ترى أول يوم هيئنا نفسنا والفريق بسرعة وسافرنا. تقينا هناك كل المسؤولين طالعون. كان الحين قالون العرب جايين يسلقون كليمنجارو بالجمال. يعني ما صدقنا، وليش انتم تيجوا؟ فكرة غريبة، احنا بنروح معاكم. فهم روحهم مستغرب. قال نحن عندنا مئات المتسلق بس حد على الجمال ما جتنا. يلا نحن والله مشينا وهيئنا الجمال ودخلنا. انا اذكر اول ما دخلنا البوابة فرحنا انك كنت السباق في هذه الرحلة. وصلنا لأن آخر مخيم يعني درجة حتى الأكسجين ما شوف الآخر قبل 5000. كتبت طبعا موقع CNN عن هذه الرحلة كأول فريق. هذا الحمد لله خذت الرحلة صدى حلو وتجربة جميلة. نعم. والرحلة صعبة فوق اللي نحن توقعناه. وتعب شوية؟ والله تعبنا شوية والجمال تعبت وتجرحت، لكن إن شاء الله جزء من معاناة الرحلة
بعد نجاحنا في هذه الرحلة وتوفيق من رب العالمين عملنا مهرجان للرحالة. مهرجان الرحالة هذا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم. جمعنا رحالة العالم يعني عندنا في الإمارات في مدينة دبي. بدأنا فيه في 2012. فكنا دائما نجمع المغامرين حول العالم والرحالة. وأي إنسان في الدنيا طبيعي في الإنسان يبغى يحس بأهميته، يبغى يحس حد قدر إنجازه. فكثير من هذه الرحالة كانوا يعني عندهم إنجازات كبيرة بس كانوا ما حد مهتم فيهم. لما تيبه أنت هني وتكفل فيه وتبرز للعالم ويقابلونه الجهات الرسمية والإعلام ما تصور كم يفرحون. يعني حد منهم يقول بلادي ما كرمتني، انتم جبتوني هني برزتوني في الإعلام واستضفتوني وخليته. الإنسان المفروض ما يعيش في حلقة واحدة ونفس الدورة، لازم يوسع علاقاته ويوسع أنشطته، لأن كلها كل ما وسعت علاقاتك ووسعت هذا يعني تعلمت أكثر. من تساون يومه فهو مغبون. يعني اليوم مثل باكر مثل ورا باكر نفس اليلسة نفس الميلس، لا، الإنسان لازم يوسع، تعرف على ناس جداد، يكتشف أماكن جديدة. قراءة ترى أنت وتقرأ كتاب تثقف عمرك، وأيضا مجالسة الناس أصحاب التجارب بعد تتعلم منهم. جزاكم الله خير وموفقين على هاي الجلسة. وأنا شوي التونة اللي ذكرتها كلها اللي قلناه كلها عناوين، لو ندخل بقصص في أشياء بداخل منه وقت وايد. ماشي معاكم رحال والغربة يا غالي. كثير من يسمع بدولة الإمارات ولكنه لا يعرف واقعها ولا يعرف كيف كانت دولة الإمارات وكيف أصبحت.